كورس شرح اليوتيوب، والدرس الثاني ان شاء الله معانا وهو المحتوى. تمام، زي ما انتم شايفين كده احنا شرحنا في الفيديو السابق عن لوحة البيانات، والنهارده ان شاء الله هيكون عن المحتوى، محتوى القناة، الفيديوهات، البث المباشر، المشاركات اللي هي خاصة بقسم المنتدى، الحاجات اللي انت بترفعها في المنتدى. تمام، اول حاجة هنيجي هنا عند الفيديوهات. طبعا هنا حاجة اسمها فلتر. الفلتر هنا طبعا بدل ما تقعد تدور على فيديو معين انت عايزه وتقعد تدور كده في الفيديوهات وتقعد تلف حوالين نفسك، فانت كل القصة عليك هتيجي تدخل عند الفلتر، مثلا هتكتب وليكن ادسنس وهتضغط، هتلاقي كل الفيديوهات اللي هي موجود فيها كعنوان ادسنس. تمام، دي كل الفيديوهات اللي مكتوب عليها ادسنس. طيب انا عايز اكتب مثلا حاجة تانية، عايز اكتب مثلا موسيقى، هكتب موسيقى كده هيجي لي كل الفيديوهات اللي هي معمول على العنوان بتاعه موسيقى. يعني بدل ما تقعد تدور الكلام ده كله بتكتب كلمة بتفلترها بيجي لك الفيديوهات بتاعته موسيقى، موسيقى، افضل موسيقى، افضل موسيقى، افضل موسيقى، والكلام ده كله. تمام، طيب احنا كده عرفنا ان احنا لو عايزين اي فيديو هندخل على فلترة. طب هنيجي نضغط على هنضغط على الفلترة بالطريقة دي. هنا بيقول لك العنوان، هنا العنوان او المشاهدات او الوصف او تحقيق الربح او الحظر على فئة عمرية. طب انا لو عايز دلوقتي العنوان هضغط كده وهكتب مثلا عنوان برضو موسيقى. تمام، وهضغط كده. تمام، جاب لي برضو هو حوار اللي احنا قلنا عليه بتاعت الموسيقى. طيب انا لو جيت هنا وعايز اجيب المشاهدات هضغط كده، هنا بيقول لي قيمه المشاهدات. طب انا عايز اجيب مشاهدات مثلا وليكن الفيديوهات اللي هي مشاهداتها مثلا 50,000 او فما فوق 50,000، واضغط كده تطبيق. تمام، هيبدا يجيب لي هنا الفيديوهات، هنا جايب لي المشاهدات 50,754 وهنا جايب لي 64,000. الكلام ده كله المشاهدات العاليه. لو انا عايز اجيب الفيديوهات اللي متخطيه المشاهدات 500 50,000 10,000 20,000 ايا كان، تمام، هضغط هنا تاني وهجيب الوصف. تمام، لو ضغطت هنا وكتبت مثلا كلمه في الواتس مثلا هنكتبها ادسنس برضو مثلا. تمام، وهنقول تطبيق. تمام كده جاب لي كل الفيديوهات اللي في الوصف بتاع كلمه ادسنس. تمام، طيب لو جيت ضغطت تاني كده وجبنا تحقيق الربح. تمام، المفعل وغير مفعل وتحقيق الربح محدود. المفعل ربح، طبعا كل الفيديوهات اللي انتم شايفينها دي مفعله ربح جايبه علامه الدولار الخضراء. طب الغير مفعل تحقيق الربح، اللي انت عامل ايقاف على فيديو معين انت عامل له ايقاف لتحقيق الربح او مش مفعل عليه تحقيق الربح. لو ضغطنا كده قلنا تطبيق، فطبعا هيجي فيديوهات زي ما انتم شايفينها كده غير مفعله لتحقيق الربح. دي كلها فيديوهات غير مفعله لان انا كنت مغير المحتوى بتاعي، فانا عملته خاص وعملته ايه غير مفعل للربح. طيب لو جينا هنا تاني، لو جينا جبنا على تحقيق الربح وقال لك تحقيق الربح محدود، لو عملت كده وعملت كده مش هيجيب لك حاجه. تحقيق الربح محدود اللي هي الفيديوهات اللي هي بيبقى تحقيق الربح بتاع محدود. لو بيجي لك الربح محدود في فيديوهات معينه فانت تضغط عليه ويبدا يجيب لك الفيديوهات على طول عادي، مفيش اي مشكله. تمام، هنا بيقول لك حظر على فئه عمريه معينه. لو ضغطت كده هنا بيقول لك المشاهدين الذين يزيد عمرهم عن 18 عام، اللي هي بيجيب لك علامه الدولار. يعني انت لو حددت كده وعملت كده، لو في فيديوهات عندك عليها علامه الدولار هيجيبها لك هنا اللي هو مفعل ربح غير ملائم لمعظم المعلنين. تمام، اللي هي بتجيلك دي على طول. تمام، فدي محظور على فئه عمريه. لو جينا هنا تاني وضغطنا مثلا وعملنا عدم حظر اي محتوى، تمام، هنضغط كده. تمام، كل المحتويات اللي عندي مش محظوره وشغاله مفيش اي مشكله. تمام، طيب هنا برضو نفس النظام، محتوى مخصص للاطفال، مستوى العرض، المطالبات بحقوق الطبع والنشر. مستوى العرض لو انت عايز تجيب الفيديوهات اللي هي العلني، تمام، او الخاصه، مثلا انا عامل فيديوهات خاصه فانت هتلاقي في فيديوهات جات لك كتير هنا خاصه. تمام، وهكذا برضو علني او مثلا زي ما انتم شايفين مجدوله. طبعا نجيب المجدوله كده ونضغط كده، طبعا ده فيديو مجدول اهوت. تمام، طيب وهكذا دي كل الفلترات طبعا اللي معموله. وفي مطالبات بحقوق الطبع والنشر، لو في فيديو عليه مطالبه بحقوق الطبع والنشر فانت هتضغط كده هيبدا يجيب لك الفيديوهات اللي عليها مطالبات بحقوق الطبع والنشر. تمام، طيب بعد كده
هنبدا نضغط. لو ضغطنا على كلمه فيديو كده هيبدا يحدد لي الفيديوهات كل اللي في الصفحه دي. يعني الفيديوهات اللي عندي تم اختيار 30 فيديو، الصفحه دي فيها 30 فيديو، الصفحه دي فيها كام؟ فيها 30 فيديو. تمام. طيب انا دلوقتي الفيديوهات اللي انا حددت ال 30 فيديو دول عايز اعمل لهم تعديل مره واحده. هاجي اضغط على كلمه تعديل هنا، اعدل فيه العنوان، بس العنوان هيتعدل على ال 30 فيديو. يعني انا لو كتبت عنوان معين يبقى ال 30 فيديو هيتم تغيير العنوان بتاعه. تمام. طيب الوصف، يبقى انا برضو لو حبيت اعدل في الوصف اعدل في الوصف، يبقى ال 30 فيديو هيتم تعديل الوصف بتاعه. العلامات اللي هي الكلمات المفتاحيه لو غيرتها هيبدا يتم تعديل الكلمات المفتاحيه. مستوى العرض كذلك الامر، عايز اخليه كله خاص هيبدا كله خاص، عايزه كله علن هيبدا كله علن. تحقيق الربح، عايز افعل الربح على الكل هفعل، عايز اوقف الربح على الكل هيبدا يقف. تمام. في بقى اعدادات الاعلانات والجمهور والفواصل التلقائيه وشهادات الترجمه والفئه والتعليقات والتضامن والترخيص والتاريخ التسجيل وانشاء العينات من فيديوهات شورتس، تقييم المستخدمين للغه الفيديو. اللي انا عايز اوصله لك ال 30 فيديو اللي انا حددتهم دول لو عدلت عليه هيتعدل على ال 30 فيديو، اي حاجه اعملها تتعمل على ال 30 فيديو. تمام. طيب انا لو جيت كده ورحت جايب فيديو واحد بس، مثلا تم اختيار فيديو واحد، تمام، جيت هنا عملت مثلا عايز اعدل على العنوان، عملت كده هبدا اعدل على العنوان. تمام. طيب ماشي، لو حبيت مثلا في اللي انا ابدا اعدل مثلا على الوصف هبدا اعدل على الوصف. تمام. وابدا اختار من هنا ادراج النص في النهايه، استبدال الكل، ازاله، الكلام ده كله. فاهم؟ لو انا عايز احط ادراك النص في النهايه احط، عايز استبدال الكل هبدل النص بتاعت ايه، بتاع الوصف كله واحط اي حاجه. تمام. فهي وهكذا، يعني ده كله ايه بيكون تعديل. طيب انا عايز دلوقتي اعمل مستوى العرض، الفيديو ده عامله علني، انا ممكن اعمل على مستوى العرض خاص، ممكن اوقف تحقيق الربح عليه، ممكن اعمل اعدادات اعلانيه وهكذا، الفواصل التلقائيه، شهادات الترجمه والكلام ده كله على الفيديو ده. تمام. يعني اي حاجه انا عايز اعملها هعملها على الفيديو ده. طيب هنا اضافه قائمه تشغيل، الفيديو ده انا احطه طبعا في قائمه تشغيل خاصه بيه، انا عايز بقى احطه هنا مثلا او ايا كان، او الغي من هنا واحط هنا مفيش مشكله. ولو برضه عملت على الفيديوهات كلها كده تمام وحبيت انقلهم كلها في قائمه تشغيل واحده او انقل في اي حاجه ما عنديش برضه مشكله. يعني فيديوهات ال 30 فيديو دول ممكن اخلي ال 30 فيديو دول اشيلهم من قائمه تشغيل معينه. تمام. او اضيفهم ال 30 فيديو مره واحده. اللي انا عايز اوصلك ان انت بتقدر تعدل، لو حددت ال 30 فيديو بال 30 فيديو هيتم التعديل عليهم بشكل تلقائي. تمام. هنا المزيد من الاجراء، هنا بيقول لك الحذف نهائي، دول 30 فيديو انا محدد على ال 30 فيديو، لو ضغطت على كلمه حذف نهائي هيحذف لي ال 30 فيديو مره واحده. تمام. زي ما انتم شايفين كده. تمام. طيب بعد كده هتبدا بقى تخش على ايه، تخش على الحاجات دي كلها، ولكن احنا شرحنا النهارده هيكون المحتوى من بره، ولكن كل حاجه ليها تخصص. هنا علامه القلم التفاصيل، لو ضغطت على القلم كده بيجيب لك تفاصيل الفيديو، عايز تغير في العنوان، في الوصف، في الكلمات المفتاحيه، في صوره مصغره، في قائمه التشغيل، الكلام ده كله بتقدر تعدل فيه عادي مفيش اي مشكله. ده بالنسبه للتفاصيل. تمام. هنا بيقول لك الاحصاءات، فهو بيجيب لك احصاءات الفيديو لوحده. يعني الفيديو ده طبعا الفيديو ده احنا لسه هنشوف فيديو تاني، نضغط مثلا على الفيديو ده ونجيب الاحصاءات الخاصه بالفيديو. يعني كل فيديو هيكون الاحصاءات بتاعته هتكون خاصه بيه. تمام. يعني كل فيديو، الفيديو ده بتاع الراوتر ده الاحصائيات الخاصه بيه. تمام. اللي هو بقى المشاهدات والساعات والمشتركين والارباح والكلام ده كله. تمام. ده هيكون الاحصاءات الخاصه بالفيديو، فانت تقدر تشوف الاحصاءات بتاعته. تمام. هنا التعليقات، الفيديو ده هتدخل تشوف التعليقات بتاعته، يعني لو ضغطت كده هيجيب لك التعليقات بتاعت الفيديو ده. هنا في طبعا استاذه بسمه السقا، استاذ شريف القاضي مع عامل لي تعليق وانا رديت عليهم، فهو جاب لي كل التعليقات الخاصه بالفيديو ده. يعني كل فيديو خاص بالاحصاءات بتاعته او التفاصيل او التعليقات او تحقيق الربح. لو ضغطت كده على كلمه تحقيق الربح هيبدا يجيب لي تحقيق الربح زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه مفعله. ولكن لو الفيديو ده متخطط 8 دقائق هيجي لك هنا ادراج الاعلانات اثناء التشغيل، فانت هتضغط عليها تقدر تحط اكتر من فاصل اعلاني، واحنا اتكلمنا عليه في فيديوهات سابقه، ولكن ان شاء الله هيبقى ليه فيديو مفصل باذن الله. تمام. هنرجع تاني بعد كده. هنا الفيديو ده لو ضغطت على الثلاث نقاط هنا بيقول لك تعديل العنوان والوصف. لو حضرتك ضغطت على الثلاث نقاط مجرد ان انت هتضغط على تعديل العنوان والوصف هيبدا يعدل، يجيب لك العنوان والوصف تقدر تعدل عليه. هنا بيقول لك مشاهده
المشاهده على اليوتيوب. يعني انت لو ضغطت عليها تمام هيبدا يفتح معاك الفيديو على اليوتيوب عادي كانك بتتفرج عادي مفيش اي مشكله. ولكن انصحك بلاش لو مفعل ربح، عشان مجرد اللي انت تضغط عليه ويفتح معاك طبعا طبيعي هيبدا ينزل هيبدا يظهر عندك اعلانات. في الاعلانات لو ظهرت عندك ونسيت وضغطت على اعلان ولا حاجه بتعتبر نقرات غير صالحه او نقرات غير شرعيه، فبالتالي ممكن يتم اغلاق حساب جوجل ادسنس. فركز في الجزئيه دي وما تعملش. هنا بيقول لك الحصول على الرابط يمكن مشاركته. لو ضغطت على الرابط هنا هيبدا، لو لاحظت تحت هنا هتلاقي تم انساخ الرابط الى الحافظه. تمام، يعني هو كده نسخ لك الرابط، تاخده بقى الرابط بتاعك ده تحطه على الواتساب، تبعته لاي حد الكلام ده كله، لانك انت كده نسخت الرابط. تمام، هنا بقى الترويج وهنا تنزيل وهنا الحذف نهائي لو انت عايز تحذف الفيديو. تمام، ده بالنسبه للثلاث نقاط. تمام، بعد كده هنا بيقول لك مستوى العرض. تمام، علني. لو انت ضغطت كده انت عايز تعمل خاص، عايز تعمل غير مدرج، عايز تعمل منتسبون فقط. علني، عايز تعمل ضبط موعد العرض، تختار يوم محدد وساعه محدده والكلام ده كله. تمام، فما فيش اي مشكله خالص. هنا طبعا بيقول لك مفعل. هنا لو انت عايز تعمل ايقاف للربح هتضغط على على ايقاف هنا. تمام، وتعمل حفظ. لو عايز تفعل الفيديو هتبدا تعمل كده وتضغط على حفظ برضو مفيش اي مشكله. هنا طبعا القيود، هنا بيقول لك ما من قيود مفروضه ان الفيديو بتاعك حصري معلوش قيود ولا عليه مطالبه بحقوق الطبع والنشر. هنا تاريخ النشر طبعا اللي انت نشرته 2/11/2022. تمام، ده تاريخ النشر. هنا المشاهدات طبعا جايب لك عليه المشاهدات هنا 19 مشاهده. هنا التعليقات جايب لك 4 تعليقات. تمام، 4 تعليقات، وجميع التعليقات بتكون هنا طبعا. هنا جايب لك نسبه الاعجاب اللي هو اللايك، جايب لي 2 عملوا لي لايك على الفيديو. تمام، بعد كده هنبدا ندخل على البث المباشر. البث المباشر طبعا زي ما انتم شايفين دي كل الفيديوهات برضو بتاعه البث المباشر. لو انت برضو عايز تفلتر اي حاجه هتبدا تعملها زي ما شرحناها كده، دي كل الفيديوهات البث المباشر. تمام، وهنا المشاركات طبعا. المشاركات دي احنا قلنا بتبع اللي هي الخاصه بقسم المنتدى، اللي انت بتشارك صور، بتشارك استطلاع راي، بتشارك اي حاجه. يعني مثلا فيديو زي ده انا حاطه عايز ابدا اعدل عليه، فانا هبدا اضغط. انا طبعا حاطط اللينك بس ممكن تبدا تكتب اي حاجه تمام معاه وتبدا تعدل عليه مفيش مشكله. تمام، لو رجعنا كده تمام ننزل مثلا نشوف وليكن هنا طبعا لو ضغطنا برضو على التفاصيل هنا. تمام، فانت هتلاقي فيه تعليق مكتوب هنا نص بس مفيش اي حاجة. لو نزلنا برضو كده تاني هنبدأ مثلا رأيك يهمني، هتبدأ تضغط على التفاصيل هيبدأ يجيب لك النص المطلوب. هنا طبعا رأيك يهمني والكلام ده كله ما ينفعش تعدل على العنوان ده. ليه؟ لأن العنوان ده طبعا جايب لي بهتان كده انه مش هينفع تعدل عليه. كل اللي عليك اللي انت لو عايز بقى تحذفه هتضطر تبدأ تضغط على كده وتقول حذف النهائي، هيحذف معاك لكن مش هيعدل معاك. زي مثلا الفيديو كده لو ضغطت على التفاصيل وهنا تبدأ تعدل على العنوان عادي مفيش أي مشكلة. تمام، وطبعا زي ما شرحنا بره نوع هنا فيديو او صوره او الكلام ده كله، مستوى العرض، علني، التاريخ، التعليقات، المعجبون، الاصوات والكلام ده كله. تمام، ده بالنسبه للمشاركات. وزي ما قلنا برضه على البث المباشر والكلام ده كله. تمام، يعني الاستوديو اليوتيوب اصلا سهل جدا وانت لازم تتعلم الحاجات ديت. طبعا زي ما احنا قلنا كده ده الدرس الثاني للمحتوى، احنا شرحنا المحتوى من بره. وانتظرونا طبعا في الفيديو ان شاء الله القادم هنبدا نشرح برضو الحاجات بالتفاصيل، لان احنا كنا النهارده المفروض بنشرح المحتوى من بره وليس من جوه. يعني دي كل التفاصيل برضو هنبدا نشرحها، والحاجات دي كلها ان شاء الله تتشرح في الفيديوهات اللي ان شاء الله اللي جايه. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل، وانتظرنا في الحلقه القادمه ان شاء الله. هنبدا نشرح حاجات تانية درس كده او حلقه عشان حضرتك تقدر تفهم وتكون فاهم. طبعا بالنسبه للقنوات المفعله ربح، يعني انت زي ما قلت لك كده هتلاقي تحقيق الربح عندك، لكن لو انت مش مفعل ربح هتلاقي كلمه تحقيق الربح دي مش موجوده، ده بقى مستوى العرض والقيود وخلاص، لكن تحقيق الربح مش هتكون موجوده عندك. تمام، اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد، سلام عليكم.